السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جوتي كويزين. أهلا ومرحبا بكم كل المشتركين القدم والجدد. نتمنى لكم الصحة والهنا، يدخل عليكم هذا الفيديو بالصحة والهنا وطولنا العمر يا رب العالمين. نتمنى لأخوتنا في غزة النصر والفوز يا رب العالمين، وربي يصبرهم إن شاء الله على أهاليهم. إن شاء الله ادعوا لهم بالرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جبنا لكم اليوم في جوتي كويزين البرجر اقتصادي، ومقاديره موجودة في كل بيت. تبعوا معنا المقادير وشوفوا، يعني شوفوا هنايا تقبضوا ان ريسيبيون او صلادي، ديروا فيها كاس، يعني العبر اللي تبغوه كبير ولا صغير. عندنا احنا هذا الشوب درنا به عبر 1.5 نتاع حليب، او ديروا نص تاع الماء ونص تاع حليب، وكاس تاع حليب عفوا. ولكن انا درت كل شيء، درت نص كاس ونص حليب هكذا، وصدقوني تخرج لكم من اروع ما يكون على ضمانتي. جربوها. وكانت طلبتها مني واحد المشتركه، قالت لي ديريها لنا اقتصاديه في الخاص، واني لبيت لها الرغبه نتاعها. شوفوا ديروا هنايا كاس ونص حليب، معلقه نتاع خماره يعني تاع بولونجي، بومبي، ومعلقه نتاع عسل يعني، وتخلطوا كل شيء وديروا كاس، حوالي كاس نتاع الفرينه، وتخلطوا كل شيء مع بعض وتخلوها. عودتكم على هذا الخمار، وتخلوها العجينه تتفاعل حتى اللي تخمر، يعني هذا العمليه الاولى. كيما هكذا حوالي كاس تاع فرينه ديروا فيها وتخلوها تتفاعل الخميره باش تجيكم قطنيه وتجيكم من اروع ما يكون. خلطوها بلاتي وغطيوها وخلوها في بلاصه دافيه باش تتفاعل العجينه الخميره معاكم كيما هكذا. شوفوا معنا دوك تخرج لكم يعني هكا، شوفوا كيفاش تفاعلت معنا وتخمرت، راهي ثقيله يعني، راه باين الخمار نتاعها. هذه هي اللي باش تخرج لكم لاسيس، تخرج لكم يعني شابه. هنايا ديروا نص معلقه نتاع ليمون، يعطيكم واحد البنه، واحد الذوق. حوالي 50 غرام نتاع مارغرين، يعني عادي دوك الداخل تخلطوها مع الفرينه. وديروا 3 معالق نتاع الزيت، زيت عادي، او اللي تحبوا زيت الزيتون تقدروا تضيفوا لها زيت الزيتون. وديروا الفري ديروا الشاشيه تاع لي لوفير، يعني خميره حلويات، وتزيدوا الفرينه. هنا الفرينه ديروا بشويه وانتم تخلطوا وتشوفوا حسب درجه الامتصاص نتاع الفرينه، كنا قلناها لكم هكذا. وتخلطوا مليح وتحاولوا باش تذوبوا هذيك الزبده اللي لداخل. احنا ما درناهاش دايبه، درناها كيما راهي. تجبدوها يعني شويه بكري من الثلاجه وتحطوها وديروها هكذا، وتخلطوا فيها وتذوبوا في ديك الزبده باش تدخل فيها مليح. وتزيدوا الفرينه شيئا فشيئا. هنايا عندكم من ترونوا شويه تخلطوها، زيدوا واحد المعلقه صغيره معمره تاع ملح، والملح حسب الرغبه، تقدروا تزيدوا نتوما او ديروها. انا درت معلقه صغيره نتاع ملح. وتزيدوا تكملوا وتخلطوا هكذا، وديروا لها شويه تاع الزيت. شوفوا العجينه اللي حصلنا عليها، شوفوا كيفاش راهي، بسم الله ما شاء الله. تدهنوا يديكم وتسقدوها وتخلوها تزيد تخمر. وهنايا جينا نكسروا لها الخمار، كسروا لها كامل الخمار بعد ملي خمرت، وتحاولوا تخبطوها يعني 3 دقائق او 4 دقائق ماشي بزاف، وتخلوها تزيد تكمل الخمار تاعها هكذا. وتعاودوا تخلطوا تخمروها، تكسروا لها الخمار تاعها للمره الثانيه، وتحطوها وتقصوها، تكونوا مش تجي سنيوه فيها بابي كويسون هكذا. وديروا الكويرات حسب الحجم اللي تحبوه نتوما، يعني ما ديروهمش كبار وما ديروهمش صغار، ديروهم وسط يعني هكذا.
تبيزوهم وتحطوهم في السني، يزيدوا يكملوا تاني للمرة الثالثة الخمار تاعهم يعني. هيا تدهنوا يديكم بالزيت باش يساعدكم يعني، عفوا. وتحطوهم، راح تقطع لكم حوالي 12 حبة، قطعتنا احنا 12 حبة، يعني كمية مليحة. وتخلوهم هنايا، قرصوهم غير شوية، حوالي هكذا غير براحة اليد، هبطوهم براحة اليد. حاولوا باش تهبطوهم شوية فقط باش ما تجيكمش يعني خامرة بزاف وكامل، تجي شكلها يعني يجي مستوى واحد، تجي كيف كيف هكذا براحة اليد. وتكون يديكم فيها الزيت، استعينوا بالزيت وقرصوهم كامل وخلوهم يزيدوا يكملوا الخمار تاعهم. وننتقلوا دروك، شوفوا هنايا هكذا، وخلوها تكمل الخمار. إلا عجبكم هذا المحتوى بارطاجوه مع أحبابكم وأهاليكم، يعني لكي تعم الفائدة على الجميع، ونوصلكم بالجديد إن شاء الله. وهنايا راه خمرنا وعاودنا دهناه بشوية نتاع البيض، تدهنوا بالبيض فيه يعني معلقة تاع حليب باش تنحي لك هذيك الزفرة، ونص معلقة تاع الخل، معلقة صغيرة باش ينحي هذيك الزفرة تاع البيض. وتدهنوه وديروا له السانوج او الجلجلان. هذه الدهنه الاولى. كاين دهنه ثانيه من بعد اللي نديروا السانوج، رانا ندهنوه بالبيض باش يلصق، باش ما يطير لكمش هذاك السانوج. هذه اسيس اعطيتها لكم، ما بخلتش عليكم حتى بحاجه. شوفوا كي نديروا السانوج ثاني ندهنوا بالبيض باش يلصق ويبقى لكم كيما راه، كيما ديروه يقعد لكم شباب وزين. سواء سانوج او جلجلان اللي تحبوه نتوما ديروه. انا درت سانوج صحي يعني ومليح، وزدت دهن تاني فوقه بالبيض باش يلصق. ها هو الحشوه. عندنا نص صدر نتاع الدجاج، عندنا حبه نتاع زروديه او كروطه، عندنا حبه قرعه يعني قرجات، وعندنا حبه بطاطا مسلوقه ويعني عبزناها مرسناها، وعندنا سنينات نتاع الثوم. شوفوا هذا يعني اقتصادي، واللي يبغي يديرها بالفيونداشي فقط يديرها. انا درته لكم اقتصادي ويجي طري ويجي مليح، ويعني وصحي للدراري، صحي مليح هذا صحي. شوفي ديري فيها بيضه وشويه تاع الملح لي زيبيس يعني، وشويه على راس المغرف صغيره نتاع لاموطارد او الخردل. ديروا عصره تاع ليم، هذا هو السر نتاعها، ديروا عصره تاع ليم يعني قدم معلقة صغيرة باش يعطيكم واحد البنة وواحد الذوق للبرجر، والله ما تنساوها. ديري هنا معلقة نتاع بابريكا اللي هو فلفل أحمر، ومعلقة فلفل أسود، ها هي معلقة فلفل أسود، وشوية نتاع كركم، وشوية نتاع قزبر مرحي، وتخلطوا كل شيء مع بعض. ولي زيبيس اختياريين حسب ما تحبوا نتوما ديروا. انا درت هذه خرجت لي مليحه، وانتوما شوفوا. خلطي كل شيء وتزيدي دروك. شوفي هنايا خلطيهم مليح. البطاطا راهي سخونه، زدنا معلقه تاع خبز او 2، وزدنا المعدنوس، وتخلطوا كل شيء مع بعض، وتحاولوا باش تكوروهم يعني وتشكلوهم على شكل خبيزات صغار، وتخلوهم في الفريجيدار يبردوا حتى اللي تجيو تقليوهم. خلوهم يبردوا شي حاجه هكذا ربع ساعه ساعه يعني قد ما ديروهم ملاح. ومن جهه ها هما غمسناهم في البيض وفوتناهم في الخبز وخليناهم في الفريجيدار لمده ساعه باش قليناهم. هذا حشو يعني اقتصادي، ومقاديره موجودة في كل بيت، تقدروا ديروها دائما للدراري. الدراري يحبوها ويعشقوا في هذا البرجر وهذه المعجنات. فرحوا وليداتكم يعني، ونحوا العجز ونوضوا. شوفوا كيفاش راهي، بسم الله ما شاء الله.
شوفوا كيفاش راهي قطنية من أروع ما يكون، صدقوني جربوها وعلى ضمانتي. هكذا تحلوها، عطيتكم كل أسرارها. تحلوها وتديروا سنيوة أو مقلة فوق النار وتدهنوها بالزبدة وتحمصوها يعني من الداخل. أنا نحبها هكذا، واللي ما يحبش يدير هذه العملية ما يديرهاش، اختيارية يعني. وتقلوها يعني تحموها من هكذا حتى اللي تحمار هذيك البابة باش تجيكم بنينة، تزيدكم البنة وتزيدكم الذوق. بلاتي وخدموا يعني مش. شوفوا كيفاش راهي معنا هكذا. درنا دهنا الزبدة في البلا وسخناها. تقدروا ديروا في مقلة أو في بلا أو الشي اللي عندكم، وتسخنوها من هذيك الجهة، تنقصوا لها للنار وتخلوها تتقرمل يعني حتى تعطيك واحد البنة واحد الذوق. شوفوا كيفاش ولات معانا. الفرماج ها هو، احنا عندنا اي فرماج عندكم تقدروا ديروا تاع الشرائح. تقدروا، انا درت هذا يعني كنا قلنا بلي اقتصاديه، وانتم تقدروا ديروا الشيء اللي تحبوه انتم. ديروا تاع الشرائح، ديروا واش ما تحبوا. ديروا، تقدروا تزيدوا لها كاتشب، تقدروا تزيدوا لها صوص ميزون، ديروها الشيء اللي تحبوه. انا درتها كيما هكذا، وانتم ديروا واش تحبوا. تدهني الفرماج هكذا وتزيدي. شوفي بسم الله ما شاء الله الكفته تاع اللحم يعني هذيك اللي حمرناها مقرمله، وشوفي كيفاش خرجت. تقدري تاكليها بوحدها يعني. وزيدي الطماطم، الحشو اختياري. وزيدي ديري السلطه هكذا، ديري السلطه يعني. وحتى المايونيز تقدري تزيديها فوق السلطه. واللي ما يحبش المايونيز، انا الدراري ما يحبوليش المايونيز هنايا، درتها هكذا. كانت بنتي عندي صغيرة، بنتي قالت لي ديري لي شيبس فيها. كسرت الشيبس في التتاه يعني ودرتها لها في حبة. هذه يعني غير بنتي الصغيرة بغاتها هكذا، وانتوما لكم الاختيار. شوفوا كيفاش راهي. جات من ألذ ما يكون، وسهلة واقتصادية، وما تديلكش يعني 60 ألف ولا تخدمي برجر خير ما تشريها من برا وتفرحي الدراري. الحشوة اللي تحبيها نتيا ديريها كيما تحبي نتيا، كلشي اختياري. شوفوا كيفاش خرجت معنا بسم الله ما شاء الله. هذه باغي ندير فيها يعني شيبس. بنتي الصغيرة قالت لي ديري لي، درته لها، قالت لي ديريها لي بشيبس. وديري فوقها اللحمة يعني، ودي تكملي حشوك عادي. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش خرجت معنا. والبنة والله ما نوصف لكم. ونقول لكم بالصحة والراحة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى بإذن الرحمن.